السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. وأهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. هنسمع النهاردة أغنية وطنية جزائرية حلوة جدا. أرض الوطن غالية، وحضن لكل مواطن مغترب عن أرضه ووطنه، لأنها الأمان والملجأ الوحيد والراحة والسكينة والطمأنينة. فلما نيجي نسمع الأغاني الوطنية بتزعزع فعلا جوانا شعور جميل جدا، كله انتماء وعزة. وكمان من أجمل الأناشيد اللي بحب أسمعها الأناشيد الوطنية اللي كلها حماس وشموخ، اللي تخلينا فعلا يا جماعة نسعى في تقديم الأفضل من أجل بلدنا وحبنا اتجاهها. ومن غير طبعا ما أطول عليكم، تعالوا نسمع مع بعض الأنشودة الجميلة اللي هقدمها في فيديو النهاردة. أنشودة جزائرية جميلة جدا بتعبر فعلا يا جماعة عن حب الوطن ومكانة الوطن اتجاهنا. نشوفها مع بعض. رحيم الشهداء السياسي الله السي ما تبكيش السياسي الله السي ما تبكيش السي ما تبكيش طالع الجبل نموت وما نرنديش الله رحيم الشهداء رحيم الشهداء اللي جانا وطرحنا له الفراق جند اللي جانا وطرحنا له الفراق وطرحنا له الفراق اسمع فرنسا جات القهوة ما شربهاش الله الله ربي رحيم الشهداء رحيم الشهداء ضيف اللي جانا يكركر في البرنوس ضيف اللي جانا يكركر في البرنوس يكركر في البرنوس هو السيو بيروش وانا ما عرفتوش يا الله ربي رحيم الشهداء رحيم الشهداء طريق فرماته هب عليك الريح طريق فرماته هب عليك الريح هب عليك الريح جنود شيخان عرفان متوان جريح. يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعة على الأناشيد والأغاني الوطنية. زي ما بقولكم كده حاجة بتخطف القلب. يعني أنا وأنا بسمع كده الأغاني تحس إن الواحد قلبه بيرفرف كده يا جماعة من السعادة، من الجمال، من الحماس اللي موجود في الأغنية، اللي يخلي تحس كده إن الأغنية بتقولك لا اسعى، قدم الأفضل لبلدك، خلي بلدك في أحسن صورة. يعني حارب كده من أجل بلدك. أنتم متخيلين يا جماعة؟ طبعا أهل الجزائر عانوا كتير جدا من أجل بلدهم، قدموا لبلدهم كتير جدا إن هم يعيشوا في أمان واستقرار. يعني من أكتر الشعوب العربية اللي قدمت كتير جدا وعانت فعلا كتير جدا عشان بلدها تعيش في أمن وأمان.
فهم طبعا يعني حاسين بالاحساس اللي انا حسيته وانا بسمع الاغنيه او الانشوده الوطنيه الجميله دي. بجد بسم الله ما شاء الله على الفن الجميل، الفن الجزائري اللي فعلا اللي كلمات الاغنيه او كلمات الانشوده الكاتب بيكتبها يا جماعه او المؤلف بيكتبها من نبع قلبه، بيكتبها فعلا بكل حماس وكل شموخ وانتمائه لبلده ولوطنه. يعني ربنا ما يحرم اي حد من بلده ولا من وطنه، ويرجع كل مغترب لاهله في امان وسلام باذن الله. نكمل مع بعض. الله الله ربي رحيم الشهداء، رحيم الشهداء، فرح بالدنيا ولا طالت بيه، فرح بالدنيا ولا طالت بيه، ولا طالت بيه، يا حسبه رحيم الشهداء. زي ما سمعنا كده بالظبط يا جماعة الفيديو مع بعض، دايما كده الأغاني الوطنية ما بيختلفش عليها اتنين، الكل بيحبها. مفيش حد ما بيحبش يسمع الأغاني الوطنية. يعني احنا ممكن كلنا نختلف في الفنون أو الطبوع من طبوع لطبوع تانية، لكن الأغاني والأناشيد الوطنية كلنا بنتفق عليها. يعني دايما كده لما بنيجي نسمعها الكل بيحب يسمعها، وخاصة في مناسبات خاصة كده يا جماعة تلاقي الأغاني الوطنية دي شغالة فيها، أو مثلا عيد استقلال بلد أو عيد استقلال دولة تلاقي الأغاني الوطنية شغالة، حفلة ندوة تلاقي فعلا الأغاني الوطنية شغالة. فدايما كده يا جماعة الأغاني الوطنية بتلمس جوانا حب فعلا وانتماء لبلدنا. يعني بسم الله ما شاء الله كانت أغنية جميلة جدا. وكمان الفن فعلا الجزائري فن معبر، يعني جميع الطباع الجزائرية معبرة. يعني شفنا كتير جدا سواء شاوي أو حوزي أو قبائلي أو راي، بغض النظر طبعا الأغاني الوطنية كلها أغاني كده يا جماعة جميلة، وكل طبوع بتختلف عن التانية. فده أجمل حاجة طبعا في الطبوع الجزائرية بمختلف أنواعها. يعني بسم الله ما شاء الله الأغنية كانت جميلة جدا. من جمالها طبعا يا جماعة، يعني أنا من جمالها كده حابة إن أنا أسمعها مرة واتنين. صدقوني بجد أنا مش عايزة أقول لكم قد إيه شعور حلو قوي وأنت بتسمع أغنية وطنية لأول مرة. ده كان إحساسي بجد، يعني الناس هتستغرب ردة فعلي لكن ده كان إحساسي وأنا بسمع الأغنية الوطنية دي لأول مرة. يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظ جميع الدول العربية والإسلامية. اللهم آمين يا رب العالمين، يرد كل واحد لأهله مختلف في سلام وأمان واستقرار، آمين يا رب العالمين. هستنى آرائكم يا جماعة كالعادة في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة لحضراتكم.